اذاكر المانجمنت والاوبي ازاي؟ انا حاليا في الفاينل. اول حاجه ربنا معاك ويوفقك ومعاكم كلكم ان شاء الله. تاني حاجه معروف ان المانجمنت والاوبي دول من المواد النظريه ونظريه بحت جدا، يعني اللي هم محتاجين حفظ جدا. فانا هقول لك على الطريقه وانت اختار منهم المناسب فيهم. اول حاجه لو انت معاك وقت قبل الامتحان، معاك 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام او حتى اسبوع، لو معاك وقت كافي قبل الامتحان اعمل مراجعه سريعه على الشباتر كلها، شوف عندك كام شابتر وابدا ان انت تقسمهم على الايام. في ناس ممكن تقول لك لا انا لو مثلا عندي 3 ايام فانا بحب ان يومين اخلص المذاكره بتاعتي كلها ويوم ابدا ان انا اخلي اليوم ده كله حل. في ناس تانية تقول لك لا انا النهارده مثلا لو انا عندي 5 شباتر هذاكر النهارده 3 واحل عليهم، وبكره هذاكر 2 واحل عليهم، واخر يوم هحل على كله، على حسب طريقه المذاكره اللي انت بتفضلها ازاي وان انت بتحبها ازاي. طب انا بفضل ايه؟ انا بفضل لو الماده تقيله وان انا مش هقدر استوعب كل المعلومات بتاعتها في يوم واحد، هبدا ان انا اقسمها، اخد جزء ان انا اذاكره وارجع ان انا احل عليه، وتاني يوم برضو الجزء التاني وارجع ان انا احل عليه، بعد كده اجيب اسئله عليهم كلهم. فبالنسبه لك مش هيكون في مشكله كبيره زي اللي هو لسه بيفتح الماده لاول مره. انت بس هتعمل ريفرش للمعلومات اللي عندك تسترجعها وبعدين تبدا ان انت تحل. ده سواء انت هتقسم الماده على كام يوم او ان انت هتذاكر كله في نفس اليوم. طب دلوقتي انا مش معايا وقت قبل الامتحان ومحتاج ان انا اراجع الماده كلها، اعمل ايه؟ قدامي مثلا قبل الامتحان يوم او يومين، هعمل ايه؟ اول حاجه ابدا ان انت شوف الاسئله، سيبك بقى من البي دي اف دلوقتي خالص وما ترجعش الشباتر من اول تاني، وامسك الاسئله. اجيب الاسئله منين؟ عندك اسئله مذكرات، اسئله السنين امتحانات السنين اللي فاتت، عندك اسئله المراجعه اللي الدكاتره بتعملها في الريفيجن، او عندك اسئله الدكاتره بتديها لكم زي ترايل اكزام ساعه المحاضرات. جيب الاسئله دي وشوف على كل شابتر ايه الاسئله اللي بتكون موجوده. ممكن تستعين بمذكرات، بس المذكرات دي تكون انت متاكد ان هي منها في الامتحان، ما تكونش مذكرات بتزود معلومات وخلاص، او بتحط اسئله تعقد الواحد وتعقد الطالب وتخليه اصلا ما يذاكرش. فانت اعتمادك ده لو انت مثلا في سنه تانية او ثالثه فانت اوريدي خدت خبره من سنه اولى، لكن لو انت لسه في سنه اولى اسال اللي في تانية واللي في ثالثه ايه هي المذكرات اللي انتوا كنتوا بتذاكروا منها وبتلاقوها في الامتحان. انا بتكلم على كده من ناحيه الاسئله مش المذاكره. المذاكره اعتمادا كلي على الماتيريال بتاعه الدكاتره. المذكرات لو انت مثلا في اي ماده بتلاقي فيها حاجات زياده، او بتلاقي حاجات الدكاتره اصلا شايلينها او محلينها بطريقه تانية او حاجه، فبالتالي هي بتعقد لك الدنيا، فلا اعتمد ماتيريال الدكاتره. لكن الاسئله شوف من المذكرات، بس اعتماد ان المذكرات دي مش بتجيب كتير، مش بتبالغ في الاسئله وفي صعوبه الاسئله. هتاخد الاسئله دي وتشوف كل شابتر جاي عليه اسئله قد ايه. اول سؤال وليكن مثلا تعريف حاجه معينه عندك، تعريف مثلا الاداره المانجمنت، ابدا ان انت ارجع للبي دي اف تاني وشوف ايه هو تعريف المانجمنت وذاكره، وذاكره واحفظه وارجع اكتبه وارجع احفظه تاني، بحيث ان انت خلاص خرجت من السؤال ده، انت السؤال ده انت عرفته. ادخل على السؤال اللي بعده، شوف مثلا وليكن اول شابتر انت معاك فيه 10 اسئله، جيب ال10 اسئله دي، جيب اجاباتهم من البي دي اف وذاكرهم في نفس الوقت. كده انت اوريدي ذاكرت وحليت في نفس الوقت، بدل ما تذاكر وترجع تشوف الاسئله تاني، لا انت ذاكرت وحليت الاثنين مع بعض. طبيعي جدا ان انت بعد ما تخلص مذاكره كذا شابتر تلاقي المعلومات اتنست، فانت تعمل ايه؟ تعمل ريفريش عليهم تاني كاسئله مش كبي دي اف من اول تاني. دلوقتي انا قدامي يومين بس قبل الامتحان، وخدت اول يوم خدت مثلا نص الشباتر اللي عندي وعملتها بنفس طريقه الاسئله اللي انا قلت عليها من شويه. طب تمام، جيت تاني يوم ابدا ان انا اخد الجزء الباقي واعمل ريفريش سريع للاسئله بتاعه الشابتر الاول. طب اعملها ازاي؟ ما ارجعش تاني ان انا اعيد من البي دي اف تاني، اما انا اعمل ايه؟ ابدا ان انا ابص على اسئله جديده، هتلاقي نفس الاسئله متكرره في امتحان السنين اللي فاتت، في مذكرات، في اسئله دكاتره. ابدا ان انت شوف الاسئله وحاول ان انت تفتكر، ما ترجعش للبي دي اف تاني، افتكر بس استرجع المعلومات. لو في معلومه نقصت، معلومه انت مش فاكرها، مش مشكله عادي، ارجع للبي دي اف وكملها وارجع راجعها تاني. لكن ما تعتمدش ان انت تعمل في تاني يوم نفس الشباتر اللي انت ذاكرتها اول يوم تعيدها تاني، لا. يعني انت بعد ما تخلص خلاص تاني يوم خلصت مذاكره كله الشباتر اللي عندك، ابدا ان انت شوف الاسئله تاني، بس اعتمد ان انت تذاكرها من دماغك، افتكر. انا عايزاك تفتكر بس المعلومات وتحاول ان انت تسترجع عشان تشوف انت ساعه الامتحان لو السؤال ده جالك انت هتفتكر قد ايه من المعلومات اللي انت ذاكرتها، هتفتكرها كلها ولا هتفتكرها نصها، ولا اصلا في اسئله انت اصلا نسيت الاجابه بتاعتها. دول اللي تبدا ان انت تعمل تشيك عليهم كده سريع قبل الامتحان. الكلام ده لو انت فتحت الماده قبل كده، الماده اتذاكرت معاك قبل كده، فانت بالتالي مش هتلاقي صعوبه زي ما انت بتكون لسه بتفتح الماده لاول مره. تمام؟ فده لو انت ذاكرت الماده قبل كده وان انت بس بتعمل ريفريش للمعلومات وبتبدا ان انت تشوف الاسئله. طب الماده انا اصلا ما ذاكرتهاش واول مره افتحها ايه من الامتحانات، امشي برده بنفس الطريقه اللي هي بتاعه الاسئله، ان انت تذاكر الاسئله ومعاها الاجابه الاثنين في نفس الوقت، بحيث ان انت تكون في نفس الوقت انت ذاكرت وحليت اسئله وما ياخدش منك وقت كبير وتعدي الامتحان على خير. وساعه الامتحان الصبح قبل اللجنه انت ما تعملش حاجه ولا تراجع بي دي افات تاني خالص ولا تبدا انت تفتح ماتيريال من تاني. انت بس شوف الاسئله اللي انت من اليوم اللي قبلها انت محتاج ان انت تاكد عليها. طبيعي في حاجات بنكون محتاجين احنا ناكد عليها، او في سؤال مش متاكدين منه او حاجه نبدا ان احنا نراجعه الصبح بقى، نصحى بدري شويه، او ان احنا في المواصلات او حاجه. مش كل المنهج، ما تغلطش الغلطه ان انت تمسك المنهج كله وتراجعه في المواصلات، هتروح الامتحان تلاقي كله صح على بعضه وانت اصلا مش فاكر اي حاجه ومش هتعرف تحل اي حاجه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي اهم الحاجات اللي تعملها في اي ماده نظريه، مانجمنت او بي او ماركتنج او اتش ار، اي ماده نظريه. لو عندكم اي اسئله ما تنسوش تكتبوها في الكومنت.